عليكم. مرحبا بكم في قناة وصفات بسمة، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه ان شاء الله خبيزة خبيزة على طريقة مراكشية كتجي بنينة بزاف. ونمشيو نشوفوا المقادير والطريقة. نقيو دابا الخبيزة. كنحيدوا لها هذوك الجنيبات اللي كيكونوا فيها حيت كيكونوا قاصحين، وكنحيدوا لها داك الرويصات، كنخليو هذوك العواد اللي كيكونوا طريين. صافي ملي كنساليو كنقيوها، صافي كنبقاو نحيدو دوك الوريقات بالموس هكا، كنقصوهم شويه باش ما كتجيناش ملصقه فاش كنطيبوها. صافي كنحيدو غير شويه، ماشي الورق كاملين، غير شويه هكا كنضربوهم بالموس صافي. حتى كنساليوها كامله. صافي كنمشيو نقطعوها طريفات صغارين. بالنسبه للكرافس غادي نحيدو لهم غير هذاك الرويس. صافي كنشوفوا واش ما فيهم حتى شي ربيع ولا شي حاجه. صافي كنقطعوهم بحال اللي قطعنا الخبيزه. هنايا درنا 3 رباطي ديال الخبيزه مع 2 رباطي صغار ديال الكرافس. نقدروا نديروا حتى اكثر ديال الكرافس حتى هما كيجيو زوينين. غادي نخلطوهم دابا بجوج صافي، وغادي نمشيو نغسلوهم. غادي نديروا عليه الماء، هاد البانيو غادي نعمروا عليهم بالماء ونخليهم حتى يترقدوا واحد شويه، تلقوا الا كان فيهم شي تراب ولا شي حاجه. صافي عاد كنغسلوهم مزيان. صافي غادي نديروا الخبيزه في شي طاوه ولا كوكوط. صافي درنا هنايا الخبيزه والكرافس في الكوكوط، واخا كتبان عامره راه دغيا كتهبط ملي كطيب. غنزيدوا عليها واحد الربيطه ديال المعدنوس مقطع. خصنا ربيطه ديال المعدنوس مقطع. غادي نزيدوا الملحه، غير شويه ديال الملحه حيت غادي نديروا مصير مالح. اللي خاف يجيه مالح بزاف ما يديرش الملحه حتى الاخر ويعاود يذوقها. غادي نزيدوا معلقه كبيره عامره ديال التحميره. نديروا معلقه كبيره ديال الكمون. نقدروا نزيدوا حتى معلقه ونص، ماشي مشكل. غادي نديروا 2 ريوسه ديال الثومه، كنقيوها وكنديروها. غادي نديروا نص مصيره مقطعه طريفات صغارين. زيت البلديه، نديرو جهد شي كاس تقريبا ولا كاس لارو. بالنسبه للفلفله حاره كنخليوها حتى كتقرب طيب الخبيزه، عاد نزيدوها فيها. بالنسبه للماء كنديرو كاس كبير ديال الماء، ما كنديروش فيها الماء بزاف حيت هي مازال كتطلق الماء. صافي كنردوها فوق البوطه. هنايا ها هي غلات، هي بدات كتهبط، مابقاتش طالعه كيف كانت. صافي هنايا كنشوفوا ملي كتغلى مزيان
كنشوفوا واش فيها الماء الا كان الماء قليل باش ما تحرقش لينا. هنايا انا غنزيدو 2 كيسان ديال الماء كبار، غادي نخليوها حتى طيب مزيان. الخبيزه طابت، غادي نعصر عليها حامضه، غادي نزيدو الهريسه تقريبا نص معلقه كبيره، اللي بغى يكثرها على حساب الذوق ديال كل واحد، اللي ما بغاهاش ما نديرهاش. الهريسه ما كتكونش حاره بزاف. غادي نزيدو الفلفله حاره حتى هي، جوج اللوصات الفلفله حاره. هنا راه باقي فيها شويه الماء، غير شويه وكطيب هاد الفلفله، ما كنديروهاش مع من الاول باش ما تحلش. صافي كنخليوها واحد شويه، غير 10 دقائق تقريبا. بالنسبه لهاد الزيتون اللي غادي نديرو مع الخبيزه، انا درتو يتسلق مع داك القشرات الحامض اللي عصرنا في الخبيزه اللي بقاو لينا، كنديروهم مع الزيتون باش كيجي هكا بنين وكيجي فيه داك الحموضه. صافي غادي نخليوه يتسلق، عاد من بعد غادي نزيدوه مع الخبيزه. صافي هنايا الخبيزه ديالنا طابت، غادي نحطوها، كنخليوها حتى كتنشف مزيان، ما كيبقاش فيها داك المرقه باش كتجي هكا كتجي بنينه. غادي نحطو فوقها هادوك الفلفله حاره، غادي نزيدو ليها شويه ديال الزيتون اللي كنا سلقنا بالحامض. صافي هذه الخبيزه ديالنا كيفاش كتجي، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، راه كتجي لذيذه بزاف، وتجربوها ونتلاقاو في فيديو مقبل، والسلام عليكم.